ولما نسيب الملعب ما ينفعش نسيبه والماتش لسه شغال. اللعبه لعبتك يا هندسه. انت عارف الفرق ما بين الشجاع والجبان؟ ايه؟ الاتنين خايفين، بس الشجاع خوفه بيدفعه انه يحل مشاكله ويحسن من وضعه، اما الجبان بقى خوفه بيثبته مكانه. خلي بالك. الحمد لله. شكلها كانت مستنياني باين ولا ايه؟ انا من فتره الحاجه قالت لي صلي في البيت عشان صحتك، بس انا مواظب على الصلاه في الجامع. طب وده مش مجهود عليك يا عم مختار؟ ولو انا كل حاجه اقول عليها مش قادر يبقى مش هنعمل حاجه خالص يا ابني. انت عارف انا بقالي سنتين مواظب على الصلاه في الجامع، ولو كنت مشيت بقى ورا كلمه مش قادر كنت ضيعت على نفسي فرص كتير قوي، وهو الواحد بياخد حسنات. فيك الخير يا عم مختار. انت شكلك مش عاجبني النهارده، انت شديت مع الحاج ولا ايه؟ مفيش حاجه يا عم مختار. ده الحاج ده بيقول لي عليك كلام حلو قوي، بيقول عليك ان انت شاب ذكي ومثقف وشاطر. وبعدين ايه ده الحاج شايفك في حته كبيره قوي. بجد؟ يا الله. يا ابني ما انت مستواك زي الفل اهو، هموت وافهم انت ليه متمسك بقرارك. انا ما بقتش عارف انا عايز ايه. انا عارف قراري كويس لكن مش عارف، انا حاسس ان انا تايه خايف. ايه ده؟ استنى المستر اهو، سؤال على حاجه واجيلك. ماشي. ازيك يا مستر؟ السؤال ده كنت عايز اعرف اجابته. الكلمه دي حال، الكلمه دي كلمه نكره مشتقه توصف معرفه، فبالتالي ما ينفعش اعملها نعت. خلاص. تمام شكرا. ماله صاحبك؟ بصراحه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا هندسه؟ الحمد لله يا مستر. عامل نفسك مترلي كده. بصراحه حاسس ان مفيش وقت، مش هعرف اوصل للي انا عايزه، حاسس ان انا تايه فبفكر انسحب. خلاص ننسحب. انا مؤيدك جدا على فكره، لان نفسي احيانا كتير بتقول لي تعالى ننسحب في مواقف كتير بنتعرض ليها، ومواقف كتير نفسي بتقول لي مستحيل نتجاوزها، ننسحب بكرامه وبشرف. بس كنت بقول لها طب وهنخسر ايه؟ طب ما نجرب نبذل مجهود ونجيب اخرنا، واللي يحصل يحصل. ولما نسيب الملعب ما ينفعش نسيبه والماتش لسه شغال. وبعدين خلي ربنا يرى منك انك فعلا 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 تعمل اللي عليك، انك فعلا بتحاول وبتسعى وبتجاهد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللعبه لعبتك يا هندسه، يبقى تكفيها لحد لما تموت. فكل تركيزك في الفتره اللي جايه انك ايه اللي مطلوب منك وتعمله قدر استطاعتك. لكن بقى فكره اصل ايه اللي هيحصل والنتيجه وماذا لو وافرض ما وفقناش وشكلي قدام الناس، مش بتاعتنا. النتائج مش بتاعتنا يا هندسه. اتفقنا؟ اتفقنا يا مستر. انا هاكل السنه 30 يوم. خلاص ننسحب. انا بقول لك كده لان لو ما كانش عندك رصيد حماس كفايه يخليك تستحمل كل المطبات دي بنفسيه قويه جدا وحماس كبير جدا للمذاكره، فانت مش هتقدر تكمل بالصوره اللي انت متخيل. هيكون قرار التاجيل بالنسبه لك من وجهه نظري قرار غلط جدا، لانك هتاجل السنه وهتخسر الحماس اللي خلاك تاخد قرار التاجيل اصلا من البدايه. وممكن زي ناس كتيره جدا تبدا مذاكرتك في السنه الجديده اللي هو ممكن يكون نفس تاريخ سماعك للفيديو ده. بعد ما تاجل انت فعلا بتكون اخدت سنه كامله زياده تذاكر وتاخد المنهج فيها، لكن الواقع العملي والتجارب بتاعت زمايلكم اللي عاشوها وحكوها لنا وشفناها بنفسنا انك بتضيع معظم الوقت ده، سواء بتضيعه عمدا او تكاسلا او بتضيعه غصب عنك نتيجه التفكير في وضعك بعد التاجيل من كذا زاويه. التفكير ان في سنه ضاعت من عمرك، دفعه كامله سبقتك، ايه اللي ممكن يحصل لو ما توفقتش في تاني سنه. كل دي حاجات هتدور في ذهنك السنه الجايه لو انت لا قدر الله اخدت قرار التاجيل السنه. فالوقت اللي انت بتتمنى تحصل عليه السنه الجايه هتلاقيه موجود، لكن انت لو ما توفرتش فيه شروط التأجيل الصح مش هتعرف تستغل الوقت ده، وهتمر عليك السنة التانية أسرع من السنة الأولى وبنفس النتيجة وأحيانا بتكون أقل. كتير جدا من الطلبة اللي أجلوا بدأوا مذاكرة فعليا من شهر 10 أو 11 في السنة التانية، مش من أول السنة ولا حاجة زي ما كانوا متخيلين، وده معناه إنهم بدأوا من نفس الوقت اللي أخدوا فيه تقريبا قرار التأجيل السنة اللي فاتت، يعني سنة كاملة تقريبا كانت مجرد انتظار. بل إن كتير من الطلبة اللي أجلوا مرة اضطروا يأجلوا للمرة التانية. وللأسف نفسيتك بعد التأجيل أول مرة وأكيد بعد تاني مرة هتكون مستهلكة ومش قادر تستحمل المدة الطويلة مرة تانية من ضغط الثانوية. طيب إيه لازمة الكلام ده؟ الكلام ده لازمته حاجتين مهمين. أولاً لو انت بتفكر تأجل تحاول تمنع التفكير ده، تحاول تستعين بالله، تاخد بالاسباب كلها علشان ما تضطرش للقرار ده، عشان توصل للقرار السليم انك تجتهد وتحافظ على وقتك وتركز في الوقت الباقي من السنه. ثانيا بقى لو انت هتأجل خلاص قرار اخير او كنت حتى مأجل من سنه او سنتين، تتعايش مع القرار ده من غير ما يأثر على نفسيتك، تكون جاهز ليه المطبات اللي حكينا عليها من غير ما نضيع الهدف الاساسي اللي انت قررت تأجل علشانه اصلا في اول مره.